السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن صحة وراحة بال يا رب العالمين. النهارده بقى انا فرحانة قوي 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 قوي، يعني فوق ما تتخيلوا. النهارده جيت من بره لقيت جوزي عامل لي مفاجأة ما كنتش متخيلها بجد، يعني والله العظيم احلى مفاجأة حصلت لي في حياتي. انا كنت طبعا دايما بقول لكم ايه اللهم صل على سيدنا محمد، بقول لكم ايه في الفيديوهات، بقول لكم ان انا ما عنديش غساله. جوزي فاجئني بقى ايه ان هو جاب لي الغساله. هو طبعا انا لقيتها مفتوحه وكده، بس قلت لا، لازم اقفلها واصورها لكم وتشوفوها وتتفاجئوا وتتفاجئوا معايا زي ما انا اتفاجئت. بجد احلى مفاجاه حصلت لي في حياتي. ايه رايكم؟ مفاجاه يعني من الاخر. غساله فريش 14 كيلو، هي فوق اوتوماتيك، بس الحمد لله انا راضيه، والله العظيم انا راضيه. نتفرج معاها على بعض كده ونشوفها. ايه رايكم؟ حبيبتي 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 والله العظيم. ايه رايكم؟ تعالوا بقى اتفرجوا معايا كده. دي فريش 14 كيلو. انا اصلا ما كنتش اعرف ان في فريش 14 كيلو. شايفين؟ ده الخرطوم بتاعها، ده بتاع الصرف، وده الخرطوم بتاع الميه، ده بيتحط هنا كده. عشان اللي عايزه تجيب غساله يعني. بصي ده كده، ده بيتحط بقى في الحنفيه المخصوصه ليها، ودوت بتاع الصرف بيتحط هنا كده. ده بيتعلق هنا كده وبيتركب. بيتركب هنا اهو. انا مكنتش عارفه هو بيتركب فين يا ولاد، معلش اهو. بص بيتحط هنا كده، وليه صرف. انا هحطه في الصرف في المطبخ وهو يصرف بقى ايه مع نفسه. ودي العصاره تحفه يا بنات، والله العظيم تحفه بجد، يعني انا فرحانه بيها بشكل مش طبيعي. شايفين العصاره؟ انا عايزه اجي كده عشان تشوفوا، عشان انور لكم، عشان ما تبقى مش مظلمه. ده الغطا بتاعها بتاع العصاره. دي جديده بقى، انا اول مره اعرف ان في غساله فوق اوتوماتيك 14 كيلو. اول مره اشوف ان في غساله فوق نص اوتوماتيك 14 كيلو. انا كنت عارفه ان هي ال 12، وكنت عايزه اجيب ال 12، بس لما عملنا سيرش على النت لقينا في منها ال 14. لفيت ودورت لغايه اما جبتها. بصوا بقى، ده ممكن يبقى طبق كده تطلعي من هنا تحطي هنا، وممكن تغسلي فيه. وهنا بقى دوت ده بتاع العصاره والشطف، ودوت بتاع الغسيل والصرف برضو. ودول بقى انا مش عارفه لسه بتوع ايه، لسه هقرا كده في الكتالوج بتاعها. اهو الكتالوج بتاعها. يا ترى بقى ايه فرحتولي بقى؟ اللي فرح لي يكتب لي كومنت ويقول لي الف مبروك على الغساله يا هند، بجد، عشان انا فرحانه قوي 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 قوي. والله العظيم ما تعرفوش انا عندي كميه غسيل قد ايه. انا يعتبر غسيلي كله وسخ، وملاياتي وفوطي وكل حاجه وسخ. كنت منتظره اللحظه دي، الحمد لله بجد، يعني بعد اللي بيصبر بينول. الحمد لله، وانا فرحانه وراضيه بيها والله. احسن من قلتها. شوفوا بقى، ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك واشتراك في القناه. وعايزه الفيديو ده عارفين يترفع كده يبقى ترند. هند جات لها غساله. افرحوا لي بجد. ها، باي باي.